يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن 3 اوقات. 3 اوقات دولت لازم نخلي بالنا منهم جدا. ايه ال3 اوقات دولت؟ اول حاجه وقت الزعل. وقت الزعل ممكن ما تعرفش تسيطر على نفسك، فتخسر اللي قدامك، تخسر عشرة، تخسر اخوك، تخسر مراتك، تخسري جوزك، تخسر وظيفتك. فلازم نكنترول الزعل ده. اعمل اي حاجه، ابعد عن المكان اللي فيه الزعل ده، الشخص اللي مزعلك. حاول ان انت تلهي نفسك بكل الطرق. المهم ان انت تهدى، تبتدي ان انت تفكر، لان الزعل ده اصلا بمنتهى البساطة هو نابع عن شوية حاجات انت عقلك رتبها جواك وخلاك مقتنع بيها، فبقى عندك اندفاع في ان انت زعلان. بقى يعني مخك ما بيفكرش غير ان انت زعلان من الشخص ده عشان صادر منه موقف ما، بمنتهى البساطة. ماشي، ده اول وقت. تاني وقت هو وقت الانجاز. انت انجزت حاجة بقى في شغلك، في حياتك، حققت، كنت عايز تجيب شقة، عايز تجيب عربية، ايا كان، جبت مثلا ساعة كنت عايزها، تليفون، انجزت في حاجة، اجري بسرعة، اتوضأ وصلي ركعتين كده فيهم شكر لربنا، تخلي الشيطان يبعد عنك. لان ممكن يجيلك غرور، ممكن تحسد نفسك. بمنتهى البساطة تطرد الشيطان من يعني تفكيرك وعنك. لان وقت ما انت ما بتبقى محقق حاجة ده بتبقى زي وقت الزعل كده، ما تاخدش قرار ولا وقت ما انت فرحان ولا وقت ما انت زعلان، بمعنى اصح. لان فعلا وقت الزعل ساعات كتير ممكن ناخد قرارات نيجي نندم عليها ان احنا خدناها. برضو وقت الفرح ده وقت من الاوقات اللي لازم تفكر برضو فيه، مش عشان انت فرحان فتلاقي نفسك انا هعمل وهسوي وبعد كده طب وانا ليه خدت القرار ده؟ لا، ما كانش ينفع ان انا اخد القرار ده وتيجي تلوم نفسك. فلا، فكر كده وتريث. وقت ما انت فرحان ووقت ما انت زعلان اوعى تاخد قرار. ابتدي كده فكر شوية، رتب افكارك، وبعد كده ابتدي ان انت قول بقى انا هاخد القرار الفلاني. ماشي؟ طيب، وقت تاني مهم قوي هو وقت الفراغ. اوعى يكون وقت فراغك تسيبه ان يعني ممكن تعمل فيه حاجات غلط تضرك او تأذي حد، سواء انت تعرفه او ما تعرفوش. فوقت الفراغ ده محتاج خطة كبيرة جدا. ازاي بقى؟ طب افرض مثلا الخطة دي باظت، هل مثلا خلاص؟ لا، امسك كده حياتك او امسك نفسك، قول لنفسك ايه، انا هاخدك كده بالراحة، صاحب نفسك كده، وابتدي حط خطة ان انت تستغل وقت الفراغ بتاعك. هعمل 1 2 3، منفعش، ابتدي ان انت حط خطة تانية. اوعى تيأس مع نفسك، لان لو انت ما عملتش ده لنفسك فانت كده شايف ان انت ما تستحقش ان انت تبقى مالي الفراغ ده لنفسك. فانت تستاهل تملى الفراغ ده، تستاهل تستغل وقتك بشكل صح، ان انت ما تضرش نفسك، ان انت تبقى مبسوط وانت بتعمل حاجة حلوة. عملت خطة فمليت الفراغ ده، فبقيت الخطة دي نجحت مثلا، فبقيت انا مبسوط. النتيجة في الاخر ان انا مبسوط. ليه؟ عملت حاجات كتير كان نفسي اعملها عشان مليت وقت فراغي بشكل صح. يعني يأسك او فشل خطة انت حاططها مش معناه ان انت فشلت. اوعى تفتكر كده، لا، ده نجاح على فكرة. كونك انك حطيت خطة لنفسك انك تملى وقت فراغك فانت ناجح. كون انها فشلت فده مش معناه ان انت فاشل. الخطة هي اللي فشلت، ما كانتش مناسبة لوقتك، لظروفك، لأيا كان هو ايه. حط خطة مرة و2 و3 و10 و1000، لان انت تستاهل تبقى مبسوط.
تستاهل تملى فراغك وتستغله احسن استغلال. ماشي؟ فنخلي بالنا من ال3 اوقات دول، وقت الانجاز ونضيف ليهم وقت الفرح ووقت الزعل ووقت الانجاز. شكرا.